انا ما اتاخرتش عليك ولا حاجه. انا طلبت منك مهله شهر، ما فاتش منهم غير اسبوع. وانا اديتك كلمتي وقتها، بس للاسف انا مش لوحدي اللي باخد القرارات. يا نادين ما تبوظوش بقى الخطه اللي انا حاططها. خطه ايه يا مروان؟ لعبه الانتخابات الهبله اللي انتوا عاملينها في البيت دي؟ انتخابات؟ انتوا مراقبيننا قوي كده؟ مفيش حاجه بتحصل عندكم في البيت واحنا ما نعرفهاش. طب اديني اسبوع واحد كمان. بص يا مروان، انا مش هسألك انت ناوي تعمل ايه، بس صدقني انا حاولت اشتري لك وقت، وده كل اللي انا اقدر اعمله. اعمل حسابك من النهارده هتحصل حاجات كتير. ده تهديد بقى؟ لا مش تهديد، انا نفسي معرفش ايه اللي هيحصل، بس هي حاجات مش كويسه زي المايه اللي قطعت دي. استاذه نادين، ابويا لو كسرته عليه البيت هيفضل ماسك في اساساته طول ما هو مش مقتنع. هنشوف. طيب الموضوع كده بقى امر مش مفاوضات، وانا بدات ازعل. قلت لك مش بمزاجي، ولو مختار ما وافقش بمزاجه هيوافق غصب عنه. نادين، البيت ده بيتنا ونبيعه بمزاجنا وقت ما احنا عايزين وبكام. تمام؟ بص يا مروان، انا جيت وحذرتك زي ما حذرته بالظبط، ما ترجعش تلومني على اللي هيحصل. بقى يا مروان. السلام عليكم. ماشي، خير ان شاء الله. كله تمام؟ كله تمام يا سعاده الباشا. اتفضل يا عم محروس، مرتب شهر ليك انت والطاقم اللي معاك.